لك ان تتخيل ان في منتخب الشباب بتاع 2011 محمد صلاح ما كانش هو النجم الابرز، وكان في لعيب تاني ظاهر عنه ومتوقع له انه يكسر الدنيا، واللعيب ده هو محمد ابراهيم. محمد ابراهيم اتصعد للفريق الاول في الزمالك موسم 2009 2010، لكنه تقريبا ما لعبش خالص مع الفريق، ومن الموسم اللي بعده ابتدى ياخد شويه فرص مع الفريق الاول للزمالك، وابتدى يثبت نفسه ويثبت امكانياته وموهبته، والانظار كلها اتجهت عليه لانه كان لعيب موهوب بدرجه مش طبيعيه. وكمان اللي زود من شعبيه محمد ابراهيم في الوقت ده الهاتريك اللي قدر يسجله في النمسا في كاس العالم للشباب، وكان اول لعيب عربي افريقي يسجل هاتريك في كاس العالم للشباب. وبعدها فضل مع الزمالك وفضل موجود وبيقدم اداءات كويسه رغم ان اهدافه ما كانتش كتير، عشان في موسم 2014 2015 يجي له عرض من البرتغال ويطلع على نادي ماريتمو، وهناك بقى بتبدا قصه انهيار محمد ابراهيم. الراجل راح بدا مع الفريق ولعب معاهم 7 ماتشات ما سجلش فيهم ولا هدف، وبعدها ابتدينا نسمع ان هو انقطع على التدريبات وان هو عامل مشكله هناك، وهو قال بما معناه يعني ان الناس ضحكت عليه في العقد.